بصي دايما اي دور داخله فيه سمية الخشاب يقول لك مشهد ساخن بين سمية الخشاب ومحمد لطفي. يعني الناس كلها مستنيه مشهد ساخن، مشهد جريء. ايوه مشهد جريء. ليه؟ ايه السبب تفتكر؟ عشان انا بعمل حاجات جريئه ما بخافش. يعني مع خالد يوسف برضو في خيانه مشروعه عديت بين عماره وعماره على لوح خشب، وهو خيرني انه يبقى في دوبلير، قلت له لا انا هعمل كله، انا مش عايزه دوبلير يعني. وتحتي 7 8 متر. هم ما بيقصدوش المشاهد دي، هو قصدهم مشاهد. انت هتوهيني ليه؟ خلاص يا اروى يا روح قلبي، خلصنا المشاهد الجريئه، خلصنا منها، مش هنعملها تاني. مش هنعملها تاني. ايوه كده، ده تصريح خطير. مش هتعملي خالص بقى؟ لا 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 ما ينفعش. عشان ايه؟ هو الفانز بتوعي طبعا بدايه يعني مش حابين ان اعمل ده. انا من نفسي قبل اي حد طلعت وقلت للجمهور اللي انا بحبه انا عملت ده بناء واحتراما لرغبه المخرج، ومش ندمانه لانه الافلام اللي انا عملتها كانت رائعه مع المخرج خالد يوسف، اللي هو بجد كان عمل لي، كان له فضل انه عمل لي نقله كبيره في السينما، ما اقدرش انكر ده طبعا، لازم اديله حقه طبعا. بس انا من جوه ما كنتش مرتاحه يعني. فانا مش اعمل ايه حاجه انا مش مرتاحه لها. بعدين لما قلت ده وصرحت لقيت كل الفانز جدا بقلبهم معايا. ايوه احنا بنشجعك، احنا بنحس ان انت بنت عمنا، بنت خالنا، واحده من العيله، فبليز انت ممثله جامده، مش محتاجه ان انت تعملي مشهد يعليكي او يشهرك او كذا. حلو. فقررتي خلاص دلوقتي كمان الطيار؟ طبعا زوج الطيار ممنوع. ها؟ لا فرمان رسمي. اتفقنا من الاول.